لعل الكثير تفاجأ بالرد المتأخر للخارجية الإسبانية التي نددت واتهمت الجزائر بالغزو والاستيلاء على أحد جزرها بعد المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الجزائر سنة 2018، والتي حددت بموجب هذا المرسوم حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الجزائرية. ولم تتلقى يومها الجزائر أي تنديد ولا أي رد، لا من الصحف الإسبانية ولا من الوزارة الخارجية الإسبانية. وهذا ما جعل الكثير يتساءل أين كانت الخارجية الإسبانية يومها، ولماذا انتظرت حتى فيفري 2020 وتخرج وزيرة خارجيتها بتلك التصريحات المتأخرة. قد يبدو الأمر محير ومضحك في نفس الوقت، خاصة وأن الأمر يتحدث عن دولة أوروبية بحجم إسبانيا، والتي هي بدورها تنتمي للاتحاد الأوروبي. حقا الأمر جد غريب، ولكن الأغرب من كل هذا أنها لم تكن المرة الأولى التي تحرج فيها الجزائر إسبانيا. نعم، ليست الأولى. لعلكم ستقولون أن ذلك حدث في العصر الذهبي للدولة الجزائرية، حين كانت تلقب بالجزائر سيدة البحر الأبيض المتوسط. لا، نحن لا نقصد ذلك الزمن، لأن في ذلك الزمن كانت إسبانيا تتلقى دروسا وضربات متتالية وجد قاسية من قبل الإخوة عروج والرئيس حميدو وغيرهم من رياس الجزائر في ذلك الزمن. نعم، نحن لا نتحدث على ذلك الزمن الذهبي، والتي كانت فيه الجزائر سيدة المتوسط من سنة 1518 إلى 1830، بل سوف نتحدث عن واقعة حدثت سنة 1998، وبالضبط في يوم الأحد 7 جوان 1998، حين تمكن ضابط جزائري برتبة ملازم في الجيش الجزائري أن يفر من مطار البليدة على متن طائرة نقل عسكرية من طراز هليكوبتر مي 8، والتي تحتاج في الواقع لطاقم من 3 أفراد لقيادتها. ولكن تمكن في النهاية هذا الملازم بقيادتها بمفرده وعبور البحر الأبيض المتوسط لوحده بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وبدرجة جد منخفضة على سطح البحر لحوالي 10 أمتار فقط لتجنب الرادارات، حيث تكاد عجلات الطائرة أن تلمس الأمواج. إنها فعلا مغامرة صعبة سارت بين الحياة والموت، قد تكون الأولى من نوعها. والغريب في الأمر أنه وصل إلى الساحل الإسباني ونزل بالطائرة على شاطئ جزيرة إبيزا ليسأل الشخصين أجنبيين الوحيدين الموجودين بالشاطئ يتكلمان اللغة الإنجليزية، وسألهما إذا ما كان يوجد مطار بهذه الجزيرة، لأن الخريطة التي يحملها لا تشير إلى ذلك. وقد أبلغوه اتجاه مطار إبيزا، ثم أقلع من جديد بالطائرة متوجها نحو المطار طالبا اللجوء السياسي. كل هذا ولم ترصده رادارات إسبانيا ولا حتى القاعدة البريطانية في مضيق طارق، بل تفاجأ الجميع بنزول حوامة عسكرية عليها العلم الجزائري. ولقد اعترف وزير الدفاع الإسباني السابق إدورادو سيرا في العديد من المرات أن طائرة الهليكوبتر التي وصل بها الملازم الجزائري علي مسعود إلى جزيرة إبيزا لم يتم الكشف عنها من قبل أي رادار، الشيء الذي أزعج نوعا ما طريقة المراقبة العسكرية الإسبانية وحراس المياه الإقليمية الإسبانية، وهذا ما جعلها تطور في نظامها الخاص بالمراقبة العسكرية لحراسة إقليمها البحري. بدون الحديث عن سبب طلب الملازم الجزائري علي مسعود اللجوء السياسي، والذي أرجعه إلى رفضه المشاركة في الحرب الأهلية التي كانت تعيشها الجزائر في ذلك الوقت، رغم أن هناك من ينفي ذلك، خاصة وأن في سنة 1998 شهدت الجزائر انفراج في الوضع لصالح التهدئة والهدنة. وهنا لا يهمنا سبب الفرار واللجوء السياسي للملازم الجزائري بقدر ما يهمنا هنا النوم العميق الذي كانت تشهده الرادارات الإسبانية المكلفة بحراسة إقليمها البحري والجوي من أي تدخل أجنبي، حيث لم ترصد أي إشارة للمروحية العسكرية الجزائرية وهي تخترق مجالها البحري والجوي والبري، حتى نزلت على أرض مطار إبيزا وعليها العلم الجزائري. نعم، كما قلنا لكم في بداية الفيديو أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها إسبانيا دروسا وعبر من الجزائر،
وهذا بدون الحديث عن الواقعة الشهيرة التي تؤكدها تسريبات الCIA في تقريرها، والمتمثلة باجتياز الميغ 25 الجزائرية للأجواء الإسبانية بدون أن يشعر بها أحد. ومن يريد الاطلاع على الحادثة فليشاهد الفيديو الذي تحدثنا فيه عن تفاصيلها، والذي تجدونه في وصف الفيديو. وإذا أردتم أن تحدثكم قناتكم وثائقيات الجزائر المحروسة بفيديو آخر عن حادثة تاريخية جد مثيرة حين أعطت الجزائر درس لملك إسبانيا لم ينسه ملوك إسبانيا إلى يومنا هذا، فاخبرونا بذلك في تعليقاتكم. إلى ذلك الموعد إن شاء الله، دمتم برعاية الله وحفظه، ودامت الجزائر محروسة ومحمية بعناية الله. وفي الختام لن نطلب منكم الاشتراك في القناة، بل نطلب منكم الصلاة على الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.